في صمت مدون ومن خلف الأبواب المغلقة تنسج ثروات لا تقاس بالأرقام وحدها. تقرير مسرب يكشف ما لم يصرح به رسميا قط. ثروة الأمير محمد بن سلمان ليست فقط مالا بل امتياز سيادي يصعب تخيله. فماذا كشفه التقرير المسرب عن وصول ولي العهد لموارد الأمن القومي بالمملكة؟ نوفمبر من عام 2017، فندق الريتز كارتون يتحول إلى ما يشبه خلف قضبان ذهبية. مئات من كبار رجال الأعمال والأمراء محتجزون، والسبب المعلن مكافحة الفساد. لكن خلف الستار كان هناك ما هو أعمق من مجرد تنظيف إداري. أفرج عن المحتجزين فقط بعد التخلي عن أصول ضخمة، سندات، أراضٍ، حسابات قدرت بأكثر من 107 مليار دولار. بهذه الخطوة محى الأمير محمد بن سلمان قواعد العرف داخل بيت الحكم، وأصبح الحاكم الفعلي بلا منازع. ابن سلمان ليس مجرد ولي عهد، بل يملك وصولا مباشرا للثروة الأكبر، إنه النفط. وفقا لمواقع صحفية وتصريحات خبراء مثل ستيفن هيرتوغ، فإن محمد بن سلمان ووالده هما فقط من يمتلكان السلطة الحصرية على موارد المملكة النفطية. شركة أرامكو، أغنى شركة نفطية على وجه الأرض، دفعت 170 مليار دولار سنويا كأرباح وضرائب مباشرة للدولة. لكن الحقيقة هذه الأرقام لا تعكس ما يدخل فعليا إلى الحسابات المغلقة. ففي عام 2018 صرح محمد بن سلمان أنه يمتلك ثروة شخصية تتجاوز مليار دولار، لكن تقارير وتحقيقات استقصائية مثل وثائق بنما تشير إلى ثروة أعقد وأكثر انتشارا عبر شركات متعددة في مجالات العقارات والاتصالات والتصنيع. بين هذه الممتلكات قصر لويس الرابع عشر في فرنسا البالغ 300 مليون دولار، ويخت سيرين الفاخر البالغ 320 مليون دولار، ومنتجعات ومزارع وشركات تطوير عقاري وأسهم في شركات اتصالات سعودية. شبكة من الشركات تدار بعناية منذ عام 2009 وتنتشر من الخليج إلى أوروبا. بلومبرج قدرت ثروات الأمراء السعوديين مجتمعين ب100 مليار دولار موزعة على نحو 15,000 فرد. لكن هذا الرقم متحفظ، لأن السلطة في السعودية لا تفصل بين المال العام والخاص، كما توضح الباحثة إلين وولد في كتابها الشركة السعودية. الملك يستطيع أن يأخذ كل شيء، والأمير الذي يمتلك أدوات السلطة ويمتلك معها مفاتيح الدولة الاقتصادية بعيدا عن الأصول والممتلكات. تكمن القوة الحقيقية في شبكة النفوذ. ولي العهد السعودي لم يكتفي بتجميع الثروة، بل أعاد هندسة مراكز القوى في الدولة. تحالفاته تمتد من كبار المستثمرين المحليين إلى عمالقة المال في وول ستريت عبر رؤية السعودية 2030. حول ابن سلمان الثروة إلى مشروع سياسي واقتصادي عابر للحدود، وبه أصبح حديث العواصم العالمية. هذا النفوذ لا يقاس بالدولار، بل بالقدرة على تحريك السوق وتحديد اتجاه الاقتصاد، بل وحتى إعادة تشكيل النظام الإقليمي من جديد.